عارف ان لو في جيبك 50,000 جنيه وانت راكنهم فدي امانه انت بتخونها كل يوم؟ لا انا فعلا مش بهزر. ال 50,000 جنيه دي لو فضلت مركونه سواء عندك في البيت او حتى حاططها في البنك، بعد سنه تقريبا من دلوقتي هيبقى قيمتها النص. لكن لو شغلتها صح ممكن تبقى هي المكنه اللي تصرف عليك وكمان على بيتك. انا سامر محفوظ مهندس اتصالات وجاي النهارده اقول لك ليه الميديا باير الشاطر بيشوف ال 50,000 جنيه دول اللي هم تقريبا 1000 دولار بيبص لهم على ان هم بنزين مش تحويش. بص يا صديقي، في طريقتين للتعامل مع الفلوس. الطريقه الاولانيه انك تحافظ عليها فتسيبها على جنب. مشكله الطريقه دي ان هي الفلوس بتتاكل، قيمتها بتقل. اللي هتجيبه النهارده ب 50,000 هتجيب اقل منه بكتير كمان سنه بنفس ال 50,000. الطريقه الثانيه انك تشغل الفلوس دي او انك تتعلم بيها. احنا كميديا بايرز لما بنصرف ال 1000 دولار دول احنا مش بنصرفهم على الارض، احنا كاننا بنبعتهم مأموريه. انا عايز اصرف ال1000 فيرجعوا لي 1200 1300 2000 وانت ورزقك. الاهم من الفلوس ان هي هترجع لك داتا، هتفهم اكتر عن السوق وعن المنتج اللي انت شغال عليه. طبعا هتقول لي يا سامر طب ما انا ممكن اخسرهم في الاعلانات. صح، بس الحقيقه ان انت لو ما اشتغلتش بيهم كده كده برضه هتخسر جزء كبير منهم وهم مركونين. لكن فرق خساره عن خساره تفرق. الخساره الاولانيه انت خسرت قيمه الفلوس وما استفدتش باي حاجه، لكن لما جربت تشتغل بيهم وحتى لو خسرت منهم جزء كبير فانت خسرت الفلوس لكن كسبت معلومات. المعلومات دي هي اللي هتبني عليها الدوره الثانيه من راس المال اللي هتقدر تحولها ان شاء الله من خساره لمكسب. يعني بالبلدي الخساره دي هتبقى كانها مصاريف تعليم مش قله حيله. لو معاك مبلغ صغير وعايز تبدا في مجال الميديا باينج والاي كوميرس او التسويق بالعموله، انا عامل لك كورس كامل بيشرح كل التفاصيل دي من الالف للياء وبسعر ممتاز جدا. سيب لي كلمه بدايه في الكومنتات وهرد عليك بكل التفاصيل.